مساء الخير أو صباح الخير حسب التوقيت اللي بتسمعني فيه. يا ترى أنت بتخاف؟ أهلا بيك يا عزيزي في مساحة فراغ جديدة. خلاص أنت عرفت نظامنا. كنت لسه جديد معانا، هات معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة، بس النهاردة أنا هبقى معايا كوباية سحلب لأن الجو برد أوي بصراحة. عزيزي أنا هتكلم معاك النهاردة عن الخوف، بس الخوف اللي هتكلم معاك عنه النهاردة مش خوف من حاجة واضحة، يعني مش خوف من حادث لا قدر الله ولا مرض ولا خسارة مفاجأة. هو خوف أهدى من كده بس أخطر في نفس الوقت. خوف إنك تعيش حياتك وبعدين تكتشف إنها ما كانتش حياتك أصلا. إحنا بنتعامل مع الخوف كإحساس طارئ، لكن في الحقيقة هو بقى طريقة حياة بنصحى بيه وننام بيه ونخطط على أساسه. أول مكان الخوف بيبان فيه هو الشغل، مش لأن الشغل صعب، لكن لأنه المكان اللي بنقيس فيه قيمتنا. الخوف هنا مش من إنك تفشل، الخوف إنك تحاول وتكتشف إنك شخص عادي، إنك مش مميز زي ما كنت فاكر. وإيه المشكلة يا أخي؟ عادي. عشان كده بنفضل التعب المضمون عن إن إحنا نحاول أي محاولة ممكن تكشف حدودنا، وبنسمي الجمود استقرار، بس الاستقرار ده غالبا مجرد خوف متقن. وبعد كده لما نرجع البيت، المكان المفروض يكون أمان، العيلة اللي بتقابلها فيها هي ما بتخوفكش بالكلام، بس بتخوفك بالتوقعات بصورة لازم تحافظ عليها حتى لو ما بقتش انت نفسك شبهك. الخوف هنا مش انك تختلف، الخوف انك تخذلهم، انك تختار طريق ما كانش مرسوم ليك. فبتتعلم تمشي بحذر، مش عشان الطريق خطر، لا، لكن عشان محدش يشوفك وانت بتدور على نفسك. وبعدين بقى تيجي العلاقات العاطفية، ويمكن هنا الخوف يبقى أوضح شوية وأكثر تناقضا في نفس الوقت. احنا بنخاف نحب، مش لأن الحب مؤلم، لكن لأن الحب كاشف. الحب بيطلب أو بيتطلب منك حضور كامل، صدق، وإنك تبقى مرئي من غير فلتر. الخوف هنا مش من الفراق أو إن أنت تفارق، الخوف من التعلق، من إن شخص واحد يبقى ليه تأثير حقيقي عليك. عشان كده بنحب بحساب، ونقرب خطوة ونبعد خطوتين، ونسمي ده نضج. هو في الحقيقة ميكانيزم دفاعي يعني. نخاف نحتاج فنمثل إن إحنا مكتفيين بنفسنا، نخاف نتوجع فنقلل التوقعات شوية. كل ده قبل ما نعيش التجربة أصلا. وأحيانا نفضل علاقات يعني ناقصة زي ما بيقولوا على علاقة كاملة ممكن تغيرنا. لأن الحب الحقيقي مش بس وعد بالسعادة، هو مخاطرة بهويتك القديمة، وهتخرج من دايرة الراحة اللي انت عايش فيها. وبعد كده تعالى بقى ندخل على دايرة الأصحاب، المكان المفروض نكون فيه على طبيعتنا، لكن احنا حتى في الدايرة دي تمام بنحاول ان احنا ما نظهرش نفسنا. نضحك في الوقت المناسب، نسكت عن اللي جوه، يعني نسكت عن الكلام اللي المفروض نقوله جوانا. ما نختلفش كتير عشان الاختلاف ما يبقاش تقيل على الناس. الخوف هنا مش من الوحدة، الخوف من الرفض، من انك تقول اللي حاسس بيه فعلا فتبقى زيادة عن اللزوم شوية في العلاقة وتبقى تقيل فيها. فبنختار النسخة الأسهل من نفسنا، نسخة مقبولة بس مش حقيقية. ولو بصيت على الدوائر دي مع بعض هتلاحظ ان الخوف بيغير شكله بس ما بيغيرش جوهره. احنا مش بنخاف من الحياة، احنا بنخاف من المسؤولية اللي بتيجي معاها، مسؤولية ان الاختيار يبقى اختيارك والنتيجة تبقى نتيجته. الخوف بيعرض علينا صفقة مريحة ومربحة من وجهة نظره. سيب الدنيا تمشي وانت تتفرج، ولو حاجة ضاعت تقدر تقول عادي ما كانش بإيدي. لكن التمن دايما واحد، انك تعيش وانت مش متأكد مين اللي كان مفروض تكونه. الخوف مش ضعف ولا عيب، هو جزء من طبيعة الكائن البشري. المشكلة الوحيدة انك تسيبه يقود حياتك وانت ساكت. السؤال مش ازاي نوقف الخوف، لان الخوف عمره ما هيتوقف. السؤال الأصدق، احنا مستعدين نضحي بإيه علشان نفضل في الأمان؟ كنت وصلت معايا للنقطة دي في مساحة فراغ، فما تنساش تقفلها وراك وانت خارج، وتاخد معاك كوباية الشاي، وتسيبنا كمل السحلب في هدوء. وافتكر يا عزيزي ان احنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.